السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. وما تنسوش بقى الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى ان شاء الله يا بنات الروتين بتاعنا قوي، هتتشجعي منه كده وتقومي تخلصي كل اللي وراكي، بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجة بتعمليها وكمان تخلصيها بسرعة. طبعا اول حاجه عملتها في يومي ان انا طبعا صليت الحمد لله وقلت الاذكار بتاعتي وقرات شويه قران زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى دخلت على تنظيف الشقه مع نفسي كده، خليتها زي الفل. وبعد كده دخلت على المطبخ زي ما انتم شايفين كده يا بنات. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكل اللي يدوق منها يقول لك طعمها حلو جدا جدا. قلت بقى اول حاجه اعملها اعمل حاجه حلوه كده للولاد، عشان انا هغسل يا بنات دلوقتي السجاجيد. فعايزه اعمل حاجه حلوه كده بحيث ان لما الولاد يفطروا يعني يكون في حاجه حلوه كده يحلوا بيها. المهم بقى كان عندي اللفه بتاعت قمر الدين دي، قلت كده هعمل نصها والنص التاني ابقى يعني اشيله اعمله في يوم تاني. ممكن برضو اعمله مهلبيه، وممكن اعمله مهلبيه بس اعمل معاها طبقه تانية طبعا، طبقه مهلبيه بيضه بتبقى حلوه قوي قوي. المهم في اليوم ده انا عملت طبقه واحده من القمر الدين. اول حاجه بقى قسمتها على نصين زي ما انتم شايفين كده، حطيتها فوق، وبعد كده هبتدي انزل عليها بالميه. بعد كده بقى نزلت عليها بثلاث كوبايات من الميه، وانزلي بقى بالسكر اللي انت حباه. انا نزلت تقريبا كده باربع معالق من السكر، وهسيبهم بقى يعني هغطي على قمر الدين وهسيبه يدوب كده، وبعد كده هبتدي ارفعه على النار. لو انت مستعجله على قمر الدين يبقى حطي عليه ميه مغليه. بصراحه مش مستعجله عليه، انا هغطي عليه وبعد ما اخلص كل الحاجات اللي هتشوفوها معايا هبتدي ارفعه على النار. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها وكمان تخلصيها بسرعه ان شاء الله. هنا بقى يا بنات كان عندي ستاير حطيتها في الاوتوماتيك زي ما انتم شايفين، وحطيت المسحوق، وهبتدي بقى اشغل الغساله زي ما انتم شايفين كده. وعلى ما الغساله تخلص انا كان عندي خضار عايزه اقول لكم كنت غسلاه من السحور، يعني من اليوم اللي قبل ده كنت غسلاه كده وانا بجهز السحور، وسبته بقى على الصينيه. وقلت تاني يوم كده لما اقوم من النوم ابتدي ارصه في المنظمات زي ما هتشوفوا دلوقتي. انا عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان انا بدات كده في تنظيفات العيد، ربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه. غسلت بقى الستاير وكمان السجاده هغسله معاكم دلوقتي. عايزه كده اخلص الحاجات دي بحيث ان انا لما اجي بقى انضف تنظيفه عميقه ما يبقاش بقى عندي حاجات كتير تتعبني. المهم كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكمان اليوم بتاعك كده يبقى كله بركه وتخلصي كل اللي وراكي ان شاء الله. اقول لكم يا بنات طول ما انت بتبداي اليوم بتاعك صح اليوم بتاعك بيبقى فيه بركه وبتخلصي كل اللي وراكي. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول، بجد هتلاقي كل حاجه كده بتخلص بسرعه، واليوم بتاعك كده طويل بتخلصي كل اللي وراكي ان شاء الله. اهم حاجه انك تبداي اليوم بتاعك بالصلاه وقرايه القران، وكمان تقولي الاذكار بتاعتك عشان زي ما قلت لك اليوم بتاعك كله يبقى بركه كده وتخلصي كل اللي وراكي ان شاء الله. هنا بقى كان عندي طماطم وفلفل احمر زي ما انتم شايفين كده وخيار، وكمان بتنجان وجزر وليمون غسلتهم زي ما قلت لكم كده وانا بجهز في السحور يعني في اليوم اللي قبل ده، وسبتهم على الصينيه زي ما انتم شايفين كده. رصيتهم بقى طبعا كانوا نشفوا خالص من الميه، حطيتهم بقى في المنظمات زي ما انتم شايفين كده يا بنات. اهم حاجه الخضار بتاعك يكون ناشف عشان طبعا لما ترصيه في المنظمات ما يبص بسرعه. زي ما شفتوا بقى كده يا بنات اول حاجه حطيتها بقى في العلب بتاعتي او المنظمات حطيت مناديل. انا بحب بصراحه احط مناديل، ولما الخضار بتاعي بيخلص ببتدي طبعا اشيل المناديل دي يعني اتخلص منها واغسل بقى المنظمات، ولما اجيب خضار جديد ببتدي احط مناديل زي ما انتم شايفين كده. ممكن طبعا تخصصي فوط وتبتدي برضو تغسليها لما العلب بتاعتك تخلص وبعد كده تحطيها تاني. المهم ان انا حطيت مناديل زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى ارص الحاجه وادخل بقى العلب بتاعتي على التلاجة. قبل بقى ما بدخل المنظمات بتاعتي يا بنات بتبقى في ايدي فوطه، لو التلاجة محتاجه كده مسحه على السريع ببتدي امسحها وادخل بقى العلب كده على نظافه، عشان طبعا افضل محافظه على نظافه تلاجتي المطبخ اي حاجه ايدي فيها على طول، عشان طبعا تفضل نظيفه وزي الفل وما تتعبنيش بقى لما اجي انضفها.
خلاص بقى رصيت المنظمات، هبتدي ادخلهم على التلاجة وبعد كده هبتدي اخرج على غسيل السجاد. انا ماشيه لكم اليوم بالظبط زي ما انا كنت ماشيه فيه عشان خاطر اوريكم ازاي انا منظمه يومي. بس اهم حاجه يا بنات انكم تكونوا بتقوموا بدري، يعني ما تبقيش قايمه من النوم متاخره وتقولي مش لاحقه اخلص اللي ورايا. انا بصراحه بصحى بدري واخلص كل اللي ورايا، وبيبقى كمان عندي وقت ان انا اصلي اقرا قران. بس زي ما قلت لك كده تبداي اليوم بتاعك بالصلاه وقرايه القران، وان شاء الله ربنا هيجعل اليوم بتاعك كده فيه بركه ان شاء الله وتخلصي كل اللي وراكي. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في اليوم بتاعك وتخلصي كل اللي وراكي ان شاء الله. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان انا غسلت السجاد كله، اللهم لك الحمد. طبعا السجاد ده كبير بغسله كده في الجنينه او تحت الشباك بتاعي يعني، لكن السجاد الصغير بغسله جوه في الشقه زي ما بتشوفوا كده. طبعا بقى غرقت السجاده ميه زي ما شفتوا، وبعد كده نزلت بقى بالمسحوق، وكمان كان عندي اخر شويه كده في الازازه من الكلوريل، قلت بقى اما احطهم كده، وابتديت بقى بالفرشه زي ما انتم شايفين كده. سميت الله وصليت على الرسول، وابتديت بقى ادعك السجاده، خليتها كده فله شمعه منوره. اقول لكم يا بنات ان انا طبعا قبل ما اغسل السجاد دعيت كده ان ربنا يعيني ويقويني واغسل السجاد، والحمد لله ربنا والله عني وقواني. غسلته ونضفته وخليته زي الفل، وكمان لفيته ورفعته كده على سور البلكونه من غير مساعده الولاد. بجد انا اللي عملتهم لوحدي، اللهم لك الحمد. ربنا يا رب يدينا الصحه وما يحوجناش لحد ابدا ابدا، اللهم امين يا رب العالمين. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها وما يحوجكيش لحد ابدا ابدا. بصراحة بقى أنا بعمل كل يوم حاجة كده، يعني زي ما انتم شايفين في اليوم ده غسلت السجاد زي ما شفتوا. وطبعا يعني كل يوم بعمل حاجة، يوم مثلا بغسل الستاير. المهم ان انا غسلت السجاد والستاير واي حاجة عندي غسلتها. انا عايزة لما اجي بقى يا بنات انضف التنظيفات العميقة للعيد ان شاء الله. ربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية، اللهم امين يا رب العالمين. يكون بس التنظيفات، لكن ما يكونش بقى عندي سجادة عايزة تتغسل، ستاير عايزة تتغسل، لا، كل الحاجات دي الحمد لله انا خلصت منها. طبعا يا بنات انا جبت بديل السجاد للصاله وكمان لغرفه ندى، وجبت كمان ستاير جديده للغرف. فقلت بقى الحاجات دي طبعا اغسلها وانضفها واشيلها كده نظيفه. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها وكمان تخلصيها بسرعه ان شاء الله. خلاص بقى غسلت اول سجاده، وبعد كده طبعا شطفتها كويس ولفتها وحطيتها كده على السلم بتاع البلكونه، طبعا تصفي كل الميه اللي فيها. دخلت بقى على السجاده دي برضو غرقتها ميه زي ما انتم شايفين كده، وابتديت بقى احط مسحوق، وبالفرشه هبتدي بقى ادعكها كده واخليها نظيفه وزي الفل. وبعد كده هبتدي اشطفها وارفعها برضو، اسيبهم بقى يعني يصفوا الميه اللي فيها، وبعد كده ابتدي ارفعهم على سور البلكونه عشان ما يقعدوش وقت طويل وينشفوا بسرعه. عايزه بقى اقول لكم يا بنات على الناس اللي سالتني على الفرشه بتاعت السجاد دي، عايزه اقول لكم حلوه قوي قوي. انا بصراحه كنت جايباها من عند سوبر ماركت محمود الفار، بس مش عارفه بقى متوفره في اي سوبر ماركت تاني ولا لا. بس هي حلوه بصراحه وبتريحني عن الفرشه التانيه اللي انا بمسكها وبوطي كده على السجاده، بصراحه بتتعب ظهري. لكن دي حلوه قوي قوي زي ما انتم شايفين، وبتنظف السجاد وبتخليه زي الفل. خلاص بقى دعكت السجاده كويس وشطفتها، وبعد كده لفتها ورفعتها على السلم، وهسيبها بقى هي والتانيه تصفي كده براحتهم لحد ما ادخل بقى اعمل طبعا مهلبيه قمر الدين، لان كان في الوقت ده بقى مهلبيه قمر الدين دابت خالص. فرفعتها على النار زي ما انتم شايفين كده، والبقى ما بتغلي بيكون عندي ربع كوبايه من الميه، حط عليهم معلقتين كبار من النشا، وابتدي انزل. واول ما تغلي غلوتين بالظبط هبتدي اطفي النار. ما تسيبيش مهلبيه قمر الدين تفضل تغلي كتير عشان ما تمررش منك. يعني اول ما تنزلي بالنشا وتغلي غلوتين بالظبط ابتدي اطفي عليها النار. يعني يا بنات انا ما حطيتش سكر تاني، انا كنت حاطه 4 معالق زي ما شفتوا كده في البدايه، فما حطيتش سكر تاني. طبعا حابه بقى تزودي تقللي براحتك خالص. شايفين بقى القوام، وطبعا لما تبرد هتتقل كمان عن كده. جبت بقى البولات بتاعتي وهبتدي اغرفها وادخلها طبعا على التلاجة لحد بس ما تتماسك شويه، وبعد كده بقى حطي عليها اي مكسرات موجوده عندك. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان انا بحبكم جدا جدا، ربنا يديمكم في حياتي ويخليكم ليا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. شكرا على الكلام الحلو الطيب اللي بتكتبوا لي في الكومنتات، ربنا يا رب يكبر بخاطركم ويخليكم ليا، اللهم امين يا رب العالمين. انتوا اجمل عيله واخوات في الدنيا، ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي، بحبكم في الله. هنا بقى يا بنات زي ما انتم شايفين كده غرفت طبعا المهلبيه ودخلتها على التلاجة.
هنا بقى عايزه بصراحه اغسل السيراميك بتاع المطبخ ليه يا منال؟ لان انتوا عارفين بقى في رمضان بنقلي وبنعمل يعني على طول النهار واقفين في المطبخ، فعايزه بصراحه ما اهملش في السيراميك بتاع المطبخ عشان ما يتراكمش عليه دهون ولما اجي انضفه يتعبني. قلت يلا بقى بالمره هو كمان انضفه مش هياخد مني اي وقت قبل كده ما اجهز الفطار. فجبت بقى الموب وفتحت طبعا الميه في الحوض كده ميه سخنه، وحطيت بقى شويه كلوريل عشان لو في اي دهون كده برضو تطلع في الموب، وبعد كده ببتدي اشطف الموب وانشرها عشان طبعا ما يبقاش فيها اي حاجه وتبقى نظيفه وزي الفل. أنا على طول بصراحه يا بنات بنضف السيراميك زي ما انتم شايفين كده، فعلى طول ما فيش فيه اي دهون، بس لو سبته ممكن يتراكم عليه دهون، فعشان كده على طول اول باول زي ما انتم شايفين كده. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول وانت بتعملي اي حاجه عشان ربنا يعينك على كل حاجه بتعمليها وتخلصيها بسرعه ان شاء الله. ببتدي بقى امشي الموب على السيراميك اللي باين كله، وبعد كده ببتدي يعني اغسلها تاني واعصرها وابتدي بقى انشف. يعني لازم انشف السيراميك لان طبعا هو بيبقى عليه ميه، فلازم طبعا الموب بتاعتي اغسلها واعصرها كويس وبعد كده ابتدي انشف السيراميك. هو بصراحه ما خدش مني اي وقت لان عندي السيراميك اللي هو باين زي ما انتم شايفين كده يا بنات مش كتير، والمطبخ بقى مداريلي السيراميك كله، يعني هم بس الحتت اللي انتم شايفينها دي هي اللي باينه عندي في السيراميك، فبصراحه ما بيتعبنيش ولا اي حاجه. اللهم لك الحمد، ربنا يا رب يدينا الصحه ونعمل كل حاجه كده بايدينا، بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول هتلاقي كل حاجه ان شاء الله بتخلص بسرعه. خلاص بقى خلصت السيراميك ونشفته. في الوقت ده بقى يا بنات كانت الغساله خلصت، فقلت انشر الستاير. عايزه اقول لكم بقى انا غسلت الستاير كلها اللهم لك الحمد، وكمان بقى طبقتهم كده ورصيتهم في الدولاب، والدولاب برضو عندي منظم ونضيف وزي الفل. بعد بقى ما نشرت الستاير زي ما انتم شايفين كده يا بنات، خرجت بقى على السجاد كان صفى الميه اللي فيه، قلت بقى انشره على السور كده وابتدي امسح البلكونه، وطبعا عندي برضو الشقه نظيفه وزي الفل اللهم لك الحمد. وبعد كده بقى هبتدي ادخل على تجهيز الفطار. بصراحه عايزه اجهز الفطار عشان ما اتاخرش على الولاد. هتعملي فطار ايه يا منال؟ بصراحه انا قلت هعمل كشري، كان طعمه بجد يا بنات حلو، بس بصراحه ما شاركتش الطريقه معاكم. ان شاء الله كده في فيديو تاني هبقى اعمل معاكم، لان بصراحه كانت طريقته سهله وحلوه قوي قوي. ما عملتوش بقى المره دي كله في حله واحده، لا سلقت المكرونه لوحديها وعملت الشعريه مع الرز مع العدس وعملت طبعا الصلصه. بس بصراحه يا بنات كان طعمه بجد بألف هنا للي كل منه، كان طعمه حلو قوي قوي. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده يا بنات نشفت البلكونه ونشرت السجاد. طبعا السجاد لما بيكون مصفي من الميه ما بيقعدش وقت طويل، يعني ممكن تاني يوم كده لو الجو حلو والشمس طالعه ينشف على طول. واللهم لك الحمد بقى غسلت السجاد كله والستاير كلها اللهم لك الحمد. ان شاء الله بقى ننظف مع بعض كده تنظيفات عميقه بقى للعيد، ربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين. عايزة بقى أقول لإخواتي الأمارات لو وصلوا معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل، عشان اللايك بيعرفني إن الفيديو اللي بنزله ليكم بيعجبكم. ربنا يديمكم في حياتي ويخليكم ليا أجمل وأحلى إخوات في الدنيا، بحبكم في الله. عايزة كمان أقول للأمارات بقى اللي بيتفرجوا على الفيديو ولسه ما اشتركوش في القناة، يلا بسرعة بقى انضم لعيلتنا الجميلة المحترمة عشان طبعا القناة تكبر كده وتفرحوني. ربنا يا رب يجبر بخاطركم ويخليكم ليا أجمل وأحلى إخوات في الدنيا. بقى يا بنات كنت بجهز الفطار، وانا بجهز الفطار رحت جايبه طبعا البولات بتاعه قمر الدين، قلت بقى احط عليها جوز الهند، وكان عندي سوداني مجروش. وعايزه اقول لكم يا بنات بصراحه يا ريتني ما حطيته، لان الولاد ما بيحبوش اي حاجه يكون عليها مكسرات، بس المهم يعني ربنا هداهم وبرضو اكلوها بالف هنا. قلت لهم يعني الحاجات دي مفيده ولازم ناكلها، فاكلوها بالف هنا وكان طعمها حلو وكده، تحليه سهله وسريعه وما خدتش مني اي وقت. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجة بتعمليها وكمان تخلصيها بسرعة، وكل اللي يدوق منها يقول لك طعمها حلو جدا جدا. انا بقى يا بنات كنت جهزت الفطار زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحله اللي فيها المكرونه دي انا كنت محمره فيها البصل. المهم بقى طبعا قدمت الفطار للولاد، وده كان الطبق بتاعي كده، قلت اوريكم شكل الكشري بجد كان طعمه حلو وكان سهل كده ما خدش مني وقت، اللهم لك الحمد. فطرنا بقى الحمد لله، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه. وشطبت بقى المطبخ مع نفسي، وبعد كده بقى قلت اجيب لي بوله بقى من القمر الدين اكلها كده قبل ما اروح اصلي التراويح. وطبعا بقى رحت صليت التراويح، وعايزه اقول لكم يا بنات بصراحه كانت دماغي فصلت، لان اليوم بتاعي كان فيه غسيل سجاد وزي ما شفتوا كده. فقلت بقى اعمل لي فنجان قهوه. ولحد هنا احبابي الفيديو بتاعي هيكون خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك
وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. وما تنسوش بقى الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم في حياتي ويخليكم ليا، اللهم امين يا رب العالمين. عملت بقى فنجان القهوه القمر ده، وطبعا معاه التمر زي ما انتم شايفين. بعد بقى ما جيت من صلاه التراويح وهطفي النور لحد بقى ميعاد السحور ابتدي اقوم اجهزه. ما تنسوش اللايك احبابي، ربنا يديمكم في حياتي ويخليكم ليا، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش بقى يا بنات رايكم في الفيديو. كنت معاكم منال عبد المنعم، سلام عليكم.